أرى أن أسير إلى الشام فأقف على جلية الأمر بنفسه. لا أشير بهذا الأمر أيها الأمير. أجل، النبأ السيء سريع الوصول، فلما أستعجله أكثر؟ أيها الأمير، رسالة من الشام. خذ واقرأ، فإن كان فيه نبأ سوء فاكتمه. إنه نبأ حسن أيها الأمير. لقد تعافى أمير المؤمنين الوليد، وهو الآن على خير ما يرجو المرء من العافية. الحمد لله، الحمد لله. فما كان القول بوفاته ونشره إلا من مبغضيه. أين الرسول الذي أتى بالرسالة؟ إنه في الخارج أيها الأمير. أدخله لنكرمه بما يستحق. قد قاربنا الكوفة. أجل. ألا تفكر بما حدثتك فيه؟ لا، إنما لي مطلب واحد. ما هو؟ أن يؤذن لي في أن أقضي ليلتي الأخيرة في مسجد الكوفة وبين الناس. لما تقول الأخيرة؟ لأنني أراها كذلك. حسنا، لك هذا. أما بعثتم للحجاج؟ أيكون الحجاج أول من تسأل في أمره يا أمير المؤمنين؟ أجل، وأرى بأن أدعوه إلى الشام. وأهنئ أمير المؤمنين بما أنعم الله عليه من العافية، وأحمل إليه أنباء انتصارات جيوش الفتح، وسأضع الدنيا كلها في ملك بني أمية. أبقي أحد على بابنا؟ ليلى الأخيلية أيها الأمير. أما زالت تلك العجوز حية وفيها نفس لقول الشعر؟ سألقاها مساء، فوالله اشتاقت نفسي لغير ما أثقلها من الأيام الفائدة. ما جئت لأسمع مثل هذا القول، فلا يزين لي أحد الهرب، فلست بطالب نجاة، إنما نجاتي بلقاء وجه ربي الكريم. بل استمعوا إلي، فهذا آخر حديثي إليكم. من أمر بأن تأتوني به؟ أما كنت تطلبه أيها الأمير؟ سألت فلا ترد سؤالي بمثله. قد ظفرنا به بمكة وسقناه إليك بأمر من الوالي خالد القصري. أخروا دخوله عليه حتى أمر بذلك. لم تؤجل أمره أيها الأمير؟ وددت أن لا ألقاه أبدا. فأمر بصرفه وإطلاقه. لا لا، سألقاه حين أتحين. اللعنة على خالد القصري لما أمسكه وأرسله. أما كنت تريد القبض عليه أيها الأمير؟ كنت أعرف مكانه والموضع الذي كان فيه بمكة. فما منعك؟ لقد توعدته وأقسمت ولا أرجع. لا أريد له أن يقع بين يديه.
أيها الأمير. دعوني وما تقولون. لا أدري والله إن كان هذا بلاء له أم لي. أما كان ابن جبير مع ابن الأشعث؟ قد مر زمن طويل. إذن ربما ينسى الحجاج ويعفو. الحجاج لجوج حقود. فماذا ترى؟ سعيد بن جبير من التابعين وله فضل العلم. أهو حبك لابن جبير وتوقيرك له أم كرهك للحجاج؟ هما الاثنان وقد اجتمعا. استدرك الأمر وابعث برسول إلى الحجاج لإطلاق ابن جبير. إن أبقى عليه إلى أن يصله الرسول. ألا تجلس يا ابن جبير وتريح نفسك من مشقة سفرك؟ ما كان سفرا، فقد جئت مسوقا مكبلا بالقيود، وما هذا موقف ترتاح فيه النفس. فما يثقل على نفسك، بل يثقلها ذنبك وطمعك. ما كنت طامعا بالدنيا يا حجاج، وإنك لتعرف هذا. أما كان ابن الأشعث طامعا بالملك؟ بلى. وكنت معه؟ لم تكن غايتي غايته. فلما فعلت إذن؟ إنني بشر يصيب ويخطئ. أحسنت القول وأرحتني بقولك هذا، ولعل يكون فيه لك منجاة. ليست النجاة غايتي. أتستكبر علي الاعتذار يا ابن جبير؟ إن كان من ذنب فإني أستغفر الله وأتوب إليه. ويحك، أما كان سيرك مع الأشعث ذنبا؟ قد قلت أيها الأمير. أجل، لقد قلت قولا أرحتني به، وأقوالا لا بأس. قل الآن. أيها الأمير، إن كان لكل هذا غاية فلما تؤجلها وتطيلها؟ وما لدي إلا قولة الحق أمام سيف سيافك. لست أمام السيف بعد يا ابن جبير، فأنت أمامي، فأجبني. أما بايعت أمير المؤمنين عبد الملك؟ بلى. وجددت له البيعة ثانية أمامي في البصرة؟ بلى. وقد بايعت عبد الرحمن بن الأشعث على خلعي؟ قد فعلت. فلما سرت مع عبد الرحمن بن الأشعث على خلع عبد الملك وخلعي؟ أيها الأمير، قد مات ابن الأشعث ومات عبد الملك بن مروان. وإني حي يا ابن جبير، فلما سرت مع ابن الأشعث؟ قد كانت له بيعة في عنقي. ويلك، تنكث ببيعتين وترتد عنهما وتفي بواحدة لابن الأشعث. ضربوا عنقه.
ضاقت نفسي بوقوفي بين يديك، وأنني متشوق للوقوف بين يدي الله. ألا تكف عن ملاحقتي يا ابن جبير، ألا تكف. هي ارحل من هنا، ارحل. ما لي ولسعيد بن جبير، ما لي ولا سعيد بن جبير. أقدمت من مصر لتحدثني بهذا الحديث يا عمر؟ ليس في الناس إلا هذا الحديث. قد ملأ الحجاج الأرض جورا، وما مقتل سعيد بن جبير إلا واحدة نكأت جراحا غيرها ظننا أنها دملت. أيذكرون هذه للحجاج وينسون له فضائل أفعاله؟ لا ينسون، لكن الظلم والجور لا يعدله شيء في نفوس البشر. ابعث له يا سليمان أن يوافينا إلى هنا. أجل يا أمير المؤمنين. لا أدري ما أقول فيه. إنه سيف بني أمية. ولكن علق بهذا السيف دم كثير. أيحمل الحجاج وزره أم نحمله نحن؟ أما أمرتكم أن تغسلوا هذا الدم وتزيلوه؟ قد فعلوا ذلك أيها الأمير. ما هذا الدم الذي أراه؟ أيها الأمير، تجدر بك الراحة، فقد أثقلت على نفسك في الآونة الأخيرة. أنا بخير، لكنكم لا تروا. يوسف. طارق، أهلا بك يا طارق. كيف حالك؟ الحمد لله، وأنت؟ نحمد الله. أود لقاء الحجاج، فهل أخبرته بوجودي؟ سأخبره بذلك، سأخبره في الحال. لا أدري كيف يلقاني بعد كل هذه السنين وبعد كل ما مر. لا أريد أن أسمع شيئا بعد.
فاكتموا عني إلا أنباء التقدم والفتوح، فعجلوا إلي بها، ولا أريد أن يدخل علي أحد بعد الآن. أمرك أيها الأمير. مولاي طارق بن عمرو. طارق بن عمرو، أدخل. السلام على الأمير. عليك السلام يا ابن عمرو، ومرحبا بك. لا تطأ هذا الموضع، ففيه أثر من دم ابن جبير. تعال تعال اقترب. طال غيابك عنا يا ابن عمرو، أين كانت غيبتك؟ ضربت في هذه الدنيا وهمت على وجهي فيها. خوفا من عقاب عبد الملك لأمر لا ذنب لك فيه. ردتني الدنيا. قد أسأنا إليك يا ابن عمرو. مر على هذا زمن طويل. بلى بلى يا ابن عمرو، مر زمن طويل. هل جئت لزيارة تقصر أم لمكوث طويل؟ كما يريدني الأمير. هيئوا لي للسير إلى الشام. أريدك أن تصحبني يا ابن عمرو. أيها الأمير، لا طاقة لك على سفر طويل. بلى بلى، غايته تقصره وتذهب بمشقته، وترون بي وانا وضعفا. إنه زائل بإذن الله. لا أريد مزيدا من الحديث بشأن الحجاج حتى يأتي إلى هنا، فلا قول في شأن الغائب. اذهب وأخبر الحجاج بأن الركب جاهز. إن ذنبي وزن السماوات والأرض، وظني بخالقي أن يحابي.
فلئن من بالرضا فهو ظني، ولئن مر بالكتاب عذابي، لم يكن ذاك منه ظلما. وهل يظلم رب يرجى لحسن مآبي؟ ماذا تريد؟ الركب جاهز أيها الأمير. أرى بك وهنا، ألا تؤجل هذا السفر الشاق؟ أيؤجل في تلبية أمير المؤمنين؟ يعذرك. وهل أعذر نفسي؟ سعد، دعوني دعوني دعوني. اخرجا. ماذا أيها الطبيب؟ ما وضعت يدي على علته، ولكني حائر في أمرها. أما لاحظت من تألمه وضع يديه على بطنه والشد عليها؟ بلى، ولي في هذا رأي حين أتحقق منه. كيف؟ أريد أن يهيأ لي قطعة لحم صغيرة تشد إلى خيط رفيع متين. لما؟ أسرح الخيط وفيه اللحم في بلعومه إلى معدته، ثم أوقيه ما يقارب الساعة، ثم أسحبه وأرى ما يظهر منه. من هذا؟ إنه الطبيب. ما حاجتي أنا للطبيب. ما زال الركب جاهزا. قد سرحناه، فقد أخذتك غيبوبة. إني بخير. لا طاقة لك على السفر، لما لا ترسل إلى الخليفة بهذا؟ حكى يا ابن عمرو، ما شهد مني بني أمية من ضعف قبل، فهل يشهدانه الآن؟ إذن فمهلة أيام حتى يرى الطبيب من أمرك ما يهون عليك. أنا من يرى من أمر نفسه يا ابن عمرو. سأجهز لك ما تريد. ما كان للحجاج أن يبطئ في قدومه علينا، فما فعل هذا من قبل. ربما بلغ عند أمير المؤمنين منزلة جعلته يشتط في أمره ويستكبر. كافى تحريضا عليه،
فوالله ما منعه إلا أمر فوق طاقته ولا يقدر على دفعه. نستمهل أياما، فإن لم يفد إلينا أوفدنا إليه من يأتينا منه بنبأ. لما أخرجتني من حجرته؟ لأخبرك أمرا لم أخبره به. وما هو؟ هذا هو الخيط وفيه قطع اللحم، سرحته فيه وأبقيته ساعة ثم سحبته وأخرجته. وبماذا خرجت؟ بما خرج به هذا الخيط وهذا اللحم، فقد علق به دود كثير ودم كثير. وما وراء ذلك؟ أرى أن داءه لا شفاء منه، فقد مر زمن عليه حتى تفشى فيه وانتشر الدود في أحشائه. فإن عرف سببه؟ سببه بين، لكن دواءه عصي، بعضه من مأكل ومشرب وبعضه الآخر. قد أثقل عصبه على أعضائه فهتكها وأصابته قروح في داخله تفشت واستوطنها الدود. الحجاج يتألم، لكنه يشد على نفسه ويثقل عليها بما يكتم. سأرجع عليه وألازمه. كان علي أن أشهد البداية والنهاية وأغيب عما بينهما. ردوا عني حصار الدم، ردوا عني حصار الدم، ردوا عني حصار الدم، ردوا عني حصار الدم، فإنه يضيق علي ويغرقني. ما لي ولابن الجبير، ما لي ولابن الجبير، ما لي ولابن الجبير. قل يا ابن عمرو، لو كنت حاضرا معي أما كنت منعتني من قتله؟ قد وعدته وأخلفت. قد مر زمن على هذا وزل أثره. لا، لا، إنه باق ولا ترونه. هون عليك، لعل الله. أين الطبيب؟ قد خرج كما أمرت. لا تدعوه يدخل علي ثانية، فلا جدوى من طب طبيب ولا أمري بيده، بل بيد صاحب الأمر. اسمع يا ابن عمرو، فقد طلبت منك الكثير وما خذلتني. ولست أخذلك. إن وافتني المنية. أطال الله بقاءك. ما هذا الحديث؟ قلت اسمع يا ابن عمرو، إن مت فلا تكتم أمري، ومر المنادي أن ينادي على موتي. واجعل لي قبرا يتعذر الوصول إليه، وإن يكن الحفر عميقا فإن فرغت من دفني فاجري الماء على قبري وأغرقه، فلا ينبش قبري ويمثله بجثماني ويقطع رأسي، فإني أريد أن ألقى ربي بخلقة تامة. مولاي، رسالة من العراق. اقرأها يا عمر. ما بك؟ الحجاج ألم به مرض عضال لا شفاء منه، وهو الآن طريح الفراش. اسندني يا ابن عمرو.
حال أهل العراق؟ ما خالطتهم. خيرا فعلت، ما أراهم إلا شامتين. اسمع يا طارق، احفظ عني ما تكتبه وتنشره بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الحجاج بن يوسف الثقفي، بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد الملك، عليها يحيا وعليها يموت. ردني إلى مجلسي يا ابن عمرو. اللعنة على هذا الفراش، حبسني شيء قبله. أريدك أن تجمع لي جمعا أحدثهم ويحدثوني، فربما يكون هذا آخر ما أتحدث به. فلتسيروا بهذه الرقاع إلى المساجد وخطباء المساجد، فليكن في خطبة الجمعة بعد الدعاء لأمير المؤمنين الدعاء بالشفاء للحجاج بن يوسف. لا أريدكم أن تحدثوني حديث هذه الدنيا، فإنها لا أضيق في عيني من ضيق القبر على ضيقه. أعطني هذا الماء لعله يطفئ بعض ما تلتهب به أحشائي. لا بأس، لا بأس، هذا ما أرضه الله سبحانه لي. اللهم اغفر لي، فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. يا رب، قد حلف الأعداء واجتهدوا أيمانهم أني من ساكني النار، يحلفون على عمياء. ويحهم، ما ظنهم بعظيم العفو غفار. أيها الأمير، إن كان في نفسك بعض ما يلهج به لسانك فإنها التوبة. ويحك، أما تحفظ قول الله عز وجل في كتابه العزيز؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. صدق الله العظيم. فليست هذه ساعة الفزع. هيئوا لي مجلسي فإني سائر إليه. ليست هذه ساعة المجلس. ويحك يا ابن عمرو، أترى الحجاج بن يوسف يموت على فراشه؟ اسندني. من هؤلاء يا ابن عم؟ الناس قد علموا ما بك فجاءوا وتجمعوا. إن كان بينهم شامت فلهم هذا، وإن كان بينهم مشفق فليدخر شفقته لغير هذا. ردوهم، فقد رأوني على غير هذا فلا يرونني على هذه الحال.
لا زال دم سعيد بن جبير يحيط بي. أتراه ابن جبير من أقتله فيقتلني بعد موته. ليقرأ أحسنكم صوتا آيات من الذكر الحكيم. ولقد بدأت حياتي بالقرآن الكريم وأختمها به. بين الطيف وبين السيف كان الحجاج يدون اسمه على صفحات التاريخ بمزيج كثيف من الدم والحبر. مات الحجاج بن يوسف الثقفي في رمضان عام 95 للهجرة وفي 52 من العمر، وخلف مآثر جمة في إخماد الفتن وتوحيد الدولة والفتوحات والعمران والإصلاح. كانت ولايته بالفتوحات أوسع ولاية عرفها وال في التاريخ، لكن صورته كطاغية ظلت هي الماثلة.